السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجد احنا ما كناش بناكل مكرونة قبل كده. تعالى اقول لكم طريقة المكرونة بتاعت الشوارع والعربيات اللي بيبقوا الناس واقفين عليها طوابير. اول حاجة هنحمر بصلاية كبيرة كده في زيت زي بتاعت الكشري بالظبط، او زي ما انتوا شايفين. ونيجي بقى في نفس الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصلة ونحط معلقة سكر كبيرة ونكرملها كده، نقعد ندوب فيها لحد لما لونها يتغير كده، يبقى لون بني فاتح اهو. بصوا كده من تحت بدأت كده تتكرمل. وننزل بقى اول ما تتكرمل هننزل بمعلقتين صلصة كبار اهو كده، معلقتين الصلصة الكبار، ونقلب ونكون عاملين ضاربين حوالي 5 طماطميات في الخلاط كده، ونقوم نازلين بيهم على طول. بجد المكرونة دي لو عملتوها مش هتاكلوا المكرونة بأي طريقة تانية غير دي. وبعدين نيجي هنا في معلقة فلفل اسود وكمون و7 بهارات وملح، وننزل بيهم على الصلصة بتاعة الطماطم. ممكن نحط مكعب ماجي اختياري، يعني ممكن تحطيه او متحطوش براحتك. بصوا بقى انا عايزاها توصل للشكل ده، اللي هي تقعد تبقبق كده وتسبك جامد لحد لما لونها يغمق بالطريقه دي. وهنا انا كنت حاطه بقى ميه على النار عشان نسلق المكرونه. اي نوع مكرونه انتي حباه اعمليه. انا كان عندي الصغيره دي اللي هي الهلاليه. عايزه بقى اقلام، عايزه ممكن تعمليها بسباكيتي، مفيش اي مشكله، اي نوع انتي تفضليه. وهنا بقى حطينا المكرونه على الصلصه، سهله خالص، ولو مستعجله ما بتاخدش 5 دقايق، وولادك هيحبوها كده لوحدها من غير اي حاجه. حابه تعملي شويه بطاطس محمره جنبها، هتبقى وجبه كامله وسريعه ومنجزه وموفره. شايفين بقت عامله ازاي؟ بجد الطعم بتاعها مختلف خالص عن اي نوع صلصه بنعمله. هنبدا بقى ان احنا نغرفها. بصوا شايفين اصلا الصلصه المتكرمله عامله ازاي؟ شكلها وطعمها وهم بجد. الطبق ده بيبقى غالي قوي. في اصلا محل، طبعا احنا بدون ذكر اسماء، عارفينه بيعمل المكرونه بس بيبيعها بالمنظر ده، وهي دي الطريقه دي بتاعته اللي بيعملها، وبيبقى الطبق غالي جدا. احنا عملناها بطريقه سهله وبسيطه ومكونات في البيت. بجد طعمها كان حاجه كده فظيعه. يا رب يكون افدتكم. وبنيجي بقى في الاخر قبل ما اختم الفيديو، بنيجي في الاخر البصل اللي احنا عملناها بنقوم رامين شويه منها على الصلصه. انا بس المقطع ده اتقطع مني، وشويه بنرشها على وش المكرونه لما نيجي نغرفها، زي ما انا هاجي هرشها دلوقتي على وش المكرونه. يعني البصلايه اللي احنا شلناها من الزيت بنقوم عاملينها بايدينا، مكسرينها، تكسريها كده تفتفتيها، وتقومي نازله بيها على الصلصه نفسها، وتسيبي شويه على جنب تحطيهم على الوش. بصوا الصوص بتاعها عامل ازاي. اهو بصوا البصل بقى اللي احنا حمرناه بالطريقه دي، تحطي شويه كده في التقديم. وبألف هنا وشفا عليكم، يا رب تكون افدتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.